يا محمد، أخرج إلينا نظراءنا من قومنا. معركة بدر هي واحدة من أهم وأشهر المعارك في تاريخ الإسلام، وقد وقعت في السنة الثانية للهجرة، وهي المعركة التي جمعت بين المسلمين بقيادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والمشركين من مكة بقيادة أبو جهل. وقد بدأت المعركة عندما وصل جيش المسلمين إلى بئر بدر، والذي كان موقعا استراتيجيا مهما في طريق المشركين إلى المدينة المنورة. وكان لدى الجيش المسلم أقل عدد من الرجال والأسلحة مقارنة بالجيش المشرك، إلا أن الإيمان والإرادة الصلبة كانت لصالح المسلمين. وبدأ القتال بين الجيشين، وكانت المعركة شديدة الوحشية، وتميزت بالعزيمة القوية للمسلمين والتضحيات الجسيمة التي قدموها في سبيل الله. وفي نهاية المعركة